شايفين ده اول يوم انا صورت فيه الفيديو. صورت الفيديو بقى لما ابني ساب العصير كده واتركن كده على المطبخ، وبص لقيت ايه كام هاموشه نازله جواه، سبحان الله. بص لسه بيتحركوا فيه كام واحده اهو، عشان انا مش جايه افتكس. بصوا بقى بعديها بكام يوم لقيت كل ده. انا ما كانش عندي الهاموش ده في المطبخ، انا ما اعرفش، ممكن يكون كان مركون على حاجات في فوق في المطبخ، بيبقى متلزق في حاجه في لمبه. جه منين مش عارفه كل الهاموش ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد. يا رب يكون فيديو الطرح كده عجبكم وتستفيدوا من الفكرة دي. عايزة أقول لكم إن أنا فعلا بستخدمها بقالي كذا سنة وريحتني كتير جدا. أنا كنت برضو من الناس اللي زيكم كده، كنت بطبق الطرح وبحطها في الدرج كده في التسريحة أو في الكومودينو، وبرضو كنت باجي في يوم بتتلخبط وتتكعبل في بعضها كده وكانت موال يعني. الحمد لله من ساعه ما عملت الموضوع ده واستريحت منهم خالص، يعني بقيت بستريح منهم، بشد الطرحه كده وعلى طول، وانا في اي وقت بحب ايه اخرج فيه. المهم بقى انا جايه لكم النهارده بفيديو اللي انتوا شفتوا كده الحاجه كده اللي ذهلتوا منها كده في اول الفيديو. هي دي فعلا حصلت لي حقيقي، وانا جربت طرق كتير من على اليوتيوب ومن غيره، وجربت منتجات بتاخد وقتها وبعد كده بترجع لحاجات تاني. يعني انا لا جايبه حبه بركه ولا حطها لكم في كوبايه ولا الكلام ده زي ما في ناس بتعمل كده، وتقول لك مش عارف حط ايه وحط خل تفاح وحط صابون وحط مش عارف ايه، وبترجع الموضوع تاني. ويحطوا شويه حبه بركه في اخر الكوبايه ولا اخر البطرمان اللي بيحطوا فيه، ومع ذلك برضو ايه بتلاقي ايه شويه افتكاسات كده، وفي الاخر بتطلع حاجات مغشوشه. انا بالصدفه ابني شرب كوبايه العصير دي وما كملهاش وسابها في المطبخ وانا ما خدتش بالي منها. وبعد كام ساعه سابها تقريبا بالليل، وانا افتكرت ان هو شربها ودخل نام بعدها. اتاريب هو بقى سابها، وقمت الصبح لقيت في المطبخ ذهلت باللي لقيته فيها. ازاي مش عارفه. من بعد ما قعدت ابحث واعمل طب العصير دوت نوعه ايه، جواه ايه، على ايه على ايه، هو كيوي على نعناع على ليمون. ان انا جبت في مره ليمونه وعصرتها في ميه، يمكن قلت يمكن هي ريحه الليمون اللي جذبتهم، ما لقيتش برضو، ما عملتش حاجه. جبت النعناع برضو فريش ونعناع ناشف، برضو حطيته في ميه وسخنت ضفيت الميه شويه عشان تنزل النكهه اللي فيها، وحطيت كمان ليمون معاهم، برضو ما جذبتش. اللي جذب الهاموش انه يدخل جوه الكوبايه بالمنظر ده ريحه الكيوي. هي دي اللي خلصتني من الهاموش. انا لا جايه افتكس على شركه ولا اقول الشركه، لا، هي ريحه الكيوي جذبت الهاموش انه يدخل جوه الكوبايه. وانا سبتها بصراحه لما لقيتها بتخلصني من الموضوع ده. كل حاجه تخش من الشباك او اي حاجه لقيتها بتنزل جوه الكوبايه، لحد درجه ان في اللي هي الدبوره اللي عامله زي دي البيضه اللي بتيجي على الدقيق دي على طول داخله من شباك المطبخ ودخلت في الكوبايه، سبحان الله. انا بقى خفت بقى على ابني بقى كل شويه يبص في الكوبايه، قعدت اصور لكم في الكوبايه كل فتره بيتحط فيها قد ايه، مره كام هاموشه ومره مش عارف ايه، وبعد كده العصير لونه اتغير وده زي حامض كده شويه، بس برضو بينزل فيه. رغم كده حطيته بقى فوق المطبخ من فوق، خلصني من الهاموش اللي حواليا. بقيتش لو حطيت لقمه عيش كنت الاقي عليها، لو حطيت اي حاجه الاقي عليها. اقفل الزباله بالليل برضو حتى وهي مقفوله كان بيتلم عليها، بيدخل من الشبابيك دي، وخصوصا في فتره الشتاء بيدخل من اي حته، اي زباله مركونه في اي حته. يا رب الفيديو يكون عجبكم وجربوا الوصفه دي وبحقيقي وبجد. وانا جبت مره تانية، يعني انا هوري لكم ان انا جبت في اول كوبايه، والكوبايه الاولانيه ان هي الهاموش نزل جواها، ومع ذلك بعد ما حمد برضو كان بينزل جبت العصير تاني، جبته تاني وجربت تاني علشان برضو ما ننزلش بالفيديو واقول ايه لا ده برضو ايه ده يمكن صدفت معايا كده صدفه. برضو جبت تاني وعملت لكم الحكايه دي، ما كنتش طولت عليكم في الفيديو، وهتلاقوني ان انا الكوبايتين مصوراهم. الكوبايه الاولانيه ازاي نزل جواها وهو بيتحرك وكل حاجه مصوراها، والكوبايه التانيه برضو لما جبتها الاتنين معايا اهم. وهي ازازه العصير عشان ما نقعدش نحكي على بعض بقى ونقعد ايه. انا بس شايله ان مغطيها بورقه عشان ما فيش شركه بقى ايه تفتكر ان انا طالعه افتكس عليها. ودي الكوبايه التانيه، في منها رتلات وفي منها ايه كيوي بالليمون والنعناع كويس قوي، وفي وهي يعني دي الكوبايه التانيه. انا جبت كوبايه تانيه مش هتبان في الكاميرا قوي اهو، جبت كوبايه تانيه وحطيت فيها عشان برضو بين لكم ايه الموضوع ماشي ازاي، يعني عشان تتاكدوا من الحكايه دي ان انا مش هضحك عليكم يعني. بصوا الكوبايه التانية اللي حصل فيها دول بس محطوطين من امبارح بالليل، نزل فيهم كام واحده كده برضو داخله، برضو مفيش يعني، انا خلصت كميه كبيره الاول. ودي الكوبايه دي بقى لها حوالي يمكن اسبوع سايباها غمقت اهي.
هتشوفوها في الفيديو، انا مصوراها بقى من قلب من جوه وهتشوفوا بقى الهاموش وهو بيتحرك كده جواها. لا جايبه حبه بركه ولا جاي افتكس عليكم.